اتصلوا بي وقالوا ألقينا القبض على المتهمين. مرحبا مواطنينا الكرام واهلا بمجتمعنا الوسطي. احنا اليوم هنا لتامين حياتكم بعد مناشده احد المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص سرقه دراجته الناريه. استطاعت مكافحه الاجرام البطله ان تلقي القبض على السارق وبجهود حثيثه من قياده شرطه واسط المتمثله باللواء الركن محمد قاسم الفهد. يوم 22/10 حدود الساعه 5 صباحا سرقوا دراجتي من امام داري، وبهالاثناء نشرت منشور على صفحة التواصل الاجتماعي، وكان هذا يعني الأمر خطأ من قبلي، لأن ما بادرت بالمباشرة على القوات الأمنية ومديرية المكافحة. فبهالأثناء لاحظوا المنشور مديرية المكافحة وتم اتصالهم بي، أخذوا الكاميرات الموجودة عندي، ومن خلال التصوير وجهودهم المشكورة بعد أسبوع أو أقل من الأسبوع اتصلوا بي وقالوا ألقينا القبض على المتهمين. وبدوري أشكر قيادة شرطة واسط المتمثلة باللواء الركن ومديرية مكافحة إجرام واسط قسم سرقة الدراجات والسيارات على جهودهم اللي بذلوها، وهذا دليل على حرصهم من أجل تأمين الحماية إلي وبقية العوائل الواسطية، وإن شاء الله يحفظهم وحتى يقضون على الجريمة بشكل تام. شنو الدافع اللي خلاك تقوم بهذا العمل؟ سيدي العوز خلاني أطب هذا المجال مال سرقة الدراجات. بس هاي مو أول مرة. اي سيدي مو اول مره سيدي، انا هم كنت محكوم سيدي سابقا سيدي، وطلعت سيدي وهمين رجعت لهذا الطريق سيدي، همين من وراء العوز سيدي. شفت لا شغل لا عمل، ما حد يشغلني سيدي، حلي همين ما يعطوني فلوس ويا اهل اروح لسيدي ما حد يشغلني سيدي، فانجبرت ارجع لهذا الطريق. ادري ماكو شغل تفوق سيدي، شو اسوي سيدي، ما حد يشغلني. اهلك وين؟ اهلي موجودين سيدي، أهلي كلهم عايشين، أخوي أمي أختي أبوي كلهم موجودين. زين ندري أنت من تفوق ودا تجيب فلوس، ما تقول لك هاي فلوس منين؟ لا سيدي ما حد حاكيني، بس مرة حاكوني بعد ما حد حاكاني عليهم. زين أنت متندم على هذا الموضوع؟ إي سيدي هواي متندم. إن شاء الله دا أطلع بعد سيدي كاف هذا بعد ما أرجع لهاي السوالف. شلون لقوا القبض عليك؟ سيدي بالبيت أنا نايم، لا العفو سيدي قاعد ألعب بوبجي، فطلعت أتكرم سيدي، وانا ما طلعت قاعد اخذ طبوا علي، طفروا على الباب وسيدي وانا شردت. شلون شردت؟ سيدي صعدت على الحمام وطلعت اطفر فوق البيوت، طحت من فوق السطح سيدي، هم قبضوا علي، تم القبض علي. من لزم؟ سيدي هم المكافحة بالأربعة الصبح تم القبض علي.